لو سألتك عن أهم الحضارات القديمة اللي قامت في الوطن العربي، أكيد هتقولي الحضارة الفرعونية في مصر أو الحضارة الأشورية في العراق. لكن لو قلتلك إن العرب كان عندهم حضارات مهمة، وإن علماء الآثار لقوا اسم مملكة قيدار العربية متسجل على نصب كورح، واللي بيرجع للحضارة الأشورية وبيرجع تاريخها لأكتر من 3000 سنة، وإن ده بيعد أقدم مصدر تاريخي اتذكر فيه العرب. والسؤال دلوقتي، هل كان في حضارات قديمة تانية بناها العرب؟ والسؤال الأهم، هما العرب جم منين؟ وهم مين أصلا؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تابع للنهاية علشان تعرف، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. المؤرخ العراقي الشهير جواد علي ذكر في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام إن كلمة عرب أصلها الإعراب، ومعناها الإفصاح والتبيين، زي ما بيجي في الأخبار إن بايدن بيعرب عن قلقه من الوضع في أوكرانيا، ولكنه ولا مرة طلع أعرب عن قلقه من الوضع في غزة، وده يا صديقي مجرد مثال. وذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية إن اللغة العربية كانت موجودة على سفينة نوح، عشان كده بتعتبر اللغة العربية هي أقدم لغة حية. لكن اليهود طلعوا قالوا إن اللغة العبرية هي أقدم لغة حية، وإنها أقدم من اللغة العربية. لكن المؤرخين قالوا إن اللغة العبرية انتهى استخدامها مع بداية القرن الخامس قبل الميلاد، وإنها ما بقتش بتستخدم طول الفترة دي لحد ما بدأ الكاتب اليهودي مندلي مخير سفريم سنة 1889 إنه يستخدم اللغة العبرية في مؤلفاته وكتبه. والسؤال دلوقتي، مين هم العرب وجم منين؟ وعشان نجاوب على السؤال ده هنرجع بالتاريخ لسنة مش عارف كام، بس احنا هنرجع للسنة اللي حصل فيها الطوفان، واللي اغلب العلماء بيقولوا انه حصل في سنة 5000 قبل الميلاد تقريبا. وبعد ما سيدنا نوح والمؤمنين اللي معاه نزلوا من السفينة واستقروا نواحي العراق او تركيا، واخد سيدنا سام اولاده الخمسة وهاجر ناحية الغرب، واستقر في الوديان الخصبة الموجودة في شمال شبه الجزيرة العربية، واللي اتعرفت بعد كده باسمه فبقت بلاد السام، او بالنطق السرياني بلاد الشام، وهو أول واحد سكن المنطقة دي. وبعدها هاجر تاني للجنوب في شبه الجزيرة العربية. وطبعا هتقولي يعني سيدنا سام ساب الشام وجناينها وأنهارها وراح الصحراء القاحلة، لكني هرد وأقولك يا صديقي، شبه الجزيرة ولا كانت صحراء ولا كانت قاحلة، بالعكس ده كانت جنة على الأرض، وهنعرف الموضوع ده بعدين. المهم انه في الاخر استقر في اليمن، وبنى اول مدينة اتبنت بعد الطوفان، وهي مدينة سام او مدينة صنعاء. وطبعا هتقولي هو كل مكان هيقعد فيه سيدنا سام هيتسمى باسمه؟ فهقولك يا صديقي، ما الارض وقتها كانت فاضية، فالمكان اللي كان بيسكنه اي مجموعة من الناس او قبيلة كانت بتسمى باسمهم او باسم جدهم على الاغلب. يعني مثلا اشور بن سام سافر للعراق هو واولاده، واسس احفاده حضارة اتعرفت بعد كده باسم الحضارة الاشورية. ولاوز ابن سام خد أولاده وسافر لهضبة الأناضول في تركيا، وبعد منه أحفاده أسسوا حضارة اتعرفت باسم حضارة ليديا. وعيلام ابن سام أحفاده أسسوا مملكة عيلام في جنوب إيران بعد كده. وأما إرم ابن سام فأسس أحفاده أول حضارة بعد الطوفان، وهي حضارة عاد. وإرم كان عنده 4 أولاد هم عوص وجاثر ولاوز وعبد ضخم. وعلماء الأنساب العرب قسموا العرب ل3 طبقات، وهم العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. والعرب البائدة هي اللي كانت من نسل إرم ابن سام، وكانوا كلهم في شبه الجزيرة العربية. وأولاد إرم ال4 طلع من نسلهم 9 قبائل عربية، وأشهرهم عاد وثمود وجرهم وعمليك وتصم وجديس. وتسموا بالعرب البائدة لأن ربنا أهلك معظمهم لأنهم أول ناس عبدوا الأصنام بعد الطوفان. يعني مثلا قوم عاد واللي كانوا أقوى البشر في وقتهم، وأسسوا أول حضارة بعد الطوفان، وكانت حضارة متقدمة جدا، لكننا ما لقيناش أي أدلة على وجودهم. وذكر الدكتور زغلول النجار في كتابه من آيات الإعجاز في القرآن الكريم إن وكالة ناسا في التسعينات بعتت مسبار للفضاء وزودته بجهاز رادار ومسحوا شبه الجزيرة العربية، واكتشفوا إن صحراء الربع الخالي موجود تحتها أنهار جافة. طب إزاي والمنطقة دي هي أكتر منطقة جافة على وجه الأرض؟ فرجعوا تاني وجابوا رادار أقوى واخترق التربة، ولقوا الأنهار دي بتصب في أكتر من بحيرة. واكتشفوا مدينة ثمانية الأضلاع بين أسوارها أبراج، والأبراج دي مبنية على عمدان قطر العمود الواحد 3 متر. وهتلاقي الكلام ده تحت الفيديو علشان تتأكد بنفسك. لكنك لو رجعت للقرآن هتلاقي في سورة الشعراء إن ربنا ذكر إن قوم عاد كان عندهم جنات وعيون، وذكر برضو إنهم بنوا معالم حضارية عظيمة، وإنهم كانوا بيبنوا المباني دي من باب التفاخر بقوتهم وعلمهم من غير وجود داعي حقيقي لوجودها. وده اللي بيخلي العلماء يشكوا إن قوم عاد عاشوا في مصر،
لكن ربنا ذكر انه محى اثارهم تماما، فعشان كده مفيش حاجة تدل على وجودهم. ودول عكس قبيلة ثمود واللي لقينا بعض مساكنهم اللي نحتوها في الجبال، واللي موجودة لحد دلوقتي في مداين صالح التابعة لمحافظة العلا في السعودية. وعندك مثلا قبائل طسم وجديس، واللي قضى عليهم ملك اليمن حسان بن تبع الحميري، واللي كانت منهم زرقاء اليمامة وقصتها المعروفة. وأما قبيلة عمليق فمعظمهم هاجر لبادية الشام مع الفينيقيين والأراميين، واستقروا هناك في فلسطين، واللي اتعرفوا بعد كده باسم الكنعانيين، وتسموا كنعانيين في إشارة للأراضي المنخفضة والوديان اللي موجودة في فلسطين، واللي فيها أخفض نقطة عن سطح البحر، وبتصل ل 250 متر في مدينة أريحة في فلسطين. فتسمى العرب اللي سكنوا المنطقة دول بالكنعانيين، لأن كنع في اللغات السامية القديمة معناها منخفض. وأما قبيلة جرهم فهنرجع لها بعدين. وبكده بنوصل للطبقة التانية من العرب، وهم العرب العاربة أو القحطانيين. وقحطان هو أبو العرب العاربة، وهو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد. وبيقال ان قحطان هو ابن هود عليه السلام، وبعض المؤرخين بيقول ان قحطان من نسل سيدنا اسماعيل عليه السلام، لكن اغلبية المؤرخين مالوا للرأي الاول وقالوا ان قحطان هو ابن عابر. والعرب العاربة بيطلق عليهم عرب الجنوب لانهم عاشوا في اليمن وفي جنوب شبه الجزيرة العربية. وفي سنة 1850 قبل الميلاد قدر قحطان يوحد القبائل العربية وكون اتحاد قبلي، واللي هيكون بعد كده النواة لكل الممالك اللي هتظهر في شبه الجزيرة العربية. وبعدها أسسوا مملكة سبأ في القرن ال12 قبل الميلاد. برغم ان النصوص المدونة بخط المسند واللي لقاها المؤرخين ذكرت ان سبأ معناها حارب او قاتل، الا ان المؤرخين ذكروا ان سبأ هو شخص، وانه من نسل يشجب ابن يعرب ابن قحطان. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان سبأ كان عنده 10 أولاد، 6 منهم في اليمن و4 في الشام. وطبعا في نصوص كتير في الموضوع ده موجودة في العهد القديم بتتكلم عن العرب العاربة وعن قحطان، وهي اللي ذكرت ان قحطان من نسل اسماعيل. لكن المؤرخين والعلماء قللوا من أهمية المصادر دي وما رجحوش أي رأي منهم، لأن ما كانش فيه أي شخصيات توراتية معروفة موجودة في الوقت ده مع العرب، وإنهم ما اختلطوش بالعرب في الوقت ده. وبالرغم إن تأسيس المملكة كان في القرن ال12 قبل الميلاد، إلا إن في أدلة تاريخية بترجع للقرن ال15 وبتقول إن العرب بعتوا هدايا للفرعون المصري تحتمس الثالث. وبدأ العرب يبنوا السدود ويستصلحوا الأراضي، وبدأوا يتاجروا من خير الأرض وتتحسن تجارة البخور والعطور، ويبنوا شهرة كبيرة في التجارة لحد ما تبقى اليمن وتحديدا حضرموت أهم مركز لتجارة البخور في المنطقة، ويكونوا علاقات مع ملوك المنطقة ويبيعوا البخور للفراعنة والأشوريين والفينيقيين. وبعدها تكون اتحاد فيدرالي ضم ال4 ممالك اليمنية، يعني كل مملكة كانت مستقلة عن التانية، لكنهم كانوا بيبقوا وحدة واحدة ضد أي عدوان خارجي. كان العرب مهتمين بتأمين طرق التجارة بتاعتهم، وده اللي خلاهم يبعتوا هدايا للملوك الأشوريين علشان يكسبوا ودهم، وعشان الملوك الأشوريين يأمنوا تجارتهم، زي سرجون الثاني وسنحريب، واللي ذكرت النصوص انهم استقبلوا هدايا من العرب كانت في شكل عطور وبخور. ومن أشهر حكام سبأ هي الملكة بلقيس، والمذكورة في القرآن وقصتها الشهيرة مع سيدنا سليمان. وذكر الإخباريين ان في أسطورة قديمة بتقول ان بلقيس كانت من الجن، وحبت واحد من مستشارين ملك سبأ واتجوزته وخلفت منه بلقيس. وكبرت بلقيس في الصحراء مع خلانها من الجن، وبلغها ان حاكم سبأ كان ظالم، وقررت انها تروح تقتله وتخلص الناس من ظلمه. لكن بشكل عام مفيش دليل واحد في الحضارة اليمنية القديمة على وجود بلقيس. كل اللي عرفناه عنها كان مذكور في التوراة والقرآن، واللي ذكرت كتير عن حضارة سبأ زي سد مأرب واللي حول أرض اليمن لجنة. وبيقال ان اهل سبأ لما كانوا بيمشوا في الجناين كانت الفاكهة بتملى السلاب بتاعتهم من غير ما يقطفوا ولا ثمرة. وفي القرآن ذكر ربنا الخير اللي كان موجود في سبأ، وتحديدا في سورة سبأ، وقال عنهم انهم بلدة مباركة. لكن ذكر برضو ان العرب كفروا وبعت لهم ربنا سيل العرم، واللي قضى على سد مأرب وأثر على الزراعة هناك، وبدأ يحصل انهيار اقتصادي بسبب قلة عوايد التجارة، وتحصل اضطرابات وثورات، وتبدأ الممالك العربية تضعف، ويبدأ يوصل للحكم ملوك ضعاف، وده يخلي الوضع العام يتدهور أكتر. وتظهر في الوقت ده قبيلة حمير، واللي بيكون عندهم طموح سياسي وبيقدروا يأسسوا مملكة، وبيضموا سبأ وقطبان ومعين وحضرموت لحكمهم. في الوقت ده العرب ما بقاش قدامهم إلا أنهم يهاجروا علشان يحاولوا يبدأوا من جديد في أي مكان تاني. فعلا في الشام بيأسسوا دولة الغساسنة، وفي الحجاز بيأسسوا مملكة كندة، وفي العراق بيأسسوا مملكة الحضر والمعروفة باسم دولة عرباية. ومن أشهر القبائل القحطانية قبيلة بنو كهلان، ومنهم خرجت قبيلة الأوس والخزرج وخزاعة والغساسنة وهمدان وكندة.
وقبائل مزحج وطيء والأشاعرة وقبيلة الأزد، وهم الأكبر عددا بين القبائل اليمنية. والمعروف عن العرب القحطانيين إنهم كانوا وثنيين، وإنهم عبدوا الشمس والقمر وكوكب الزهرة. وكان العرب في اليمن بيتكلموا بلغة عرفت باسم اللغة العربية الجنوبية القديمة، وكانت بتتكتب بخط اسمه خط المسند، ودي بعض أشكاله. وهنا بنوصل للعرب المستعربة، وهم اللي من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، لأن سيدنا إسماعيل كان بيتكلم اللغة السريانية وهي لغة سيدنا إبراهيم. وده بيرجعنا للقبيلة اللي كنا قلنا عليها في الأول، وهي قبيلة جرهم، واللي كانوا في أثناء ترحالهم شافوا طيور بتحوم في السماء، فعرفوا إن في المكان ده بير مية، ووصلوا لهناك لقوا السيدة هاجر قاعدة ومعاها ابنها إسماعيل، وطلبوا منها إنهم يستقروا جنب البير، وأقاموا هناك فترة كبيرة. ولما كبر سيدنا إسماعيل اتجوز واحدة من بنات القبيلة، وعلموه ركوب الخيل والرماية، والأهم إن هم اللي علموه اللغة العربية. ويعتبر سيدنا إسماعيل هو أول واحد يتكلم لغة عربية فصحى. وبعدها ماتت السيدة هاجر، وجه سيدنا إبراهيم علشان يزور ابنه، فقابل زوجة سيدنا إسماعيل وسألها عن أخبارهم، فاشتكت له من ضيق الحال، وهي ما تعرفش إنه حماها، فبلغها السلام لسيدنا إسماعيل وقال لها تبلغه إنه يغير عتبة داره. ولما رجع سيدنا إسماعيل وعرف اللي حصل قال لها إن ده كان أبويا وأمرني إن أطلقك. واتجوز سيدنا إسماعيل بعدها واحدة تانية من قبيلة جرهم. ولما جه سيدنا إبراهيم وسألها عن حالها شكرت، فبلغها السلام لسيدنا إسماعيل وإنها تبلغه إنه يحافظ على عتبة داره. وخلف منها سيدنا إسماعيل 12 ولد، واللي من نسلهم جت كل القبائل العربية المشهورة في الحجاز. وأكبر أولاده هو نابت وقيدار، وقيدار هو جد عدنان وهو الجد العشرين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبيطلق على نسل سيدنا إسماعيل عرب الشمال أو العرب المستعربة أو العدنانيين. ومن أشهر القبائل دي قبيلة مضر وربيعة وقضاع. وأسس عرب الشمال حضارات كتيرة، وأشهرهم مملكة قيدار، واللي استمرت من سنة 800 قبل الميلاد لسنة 100 قبل الميلاد، وكانت بتضم الأردن وجنوب فلسطين وسيناء وشمال شبه الجزيرة العربية لحد حدود مدينة بابل. وذكر الملك شلمنصر الثالث انه هزم 12 جيش من جيوش المنطقة في معركة كركر في سوريا سنة 835 قبل الميلاد. ومن الجيوش دي جيش الملك جندبو ملك قيدار، وسجل اسمه على نصب قرح، وده أقدم نص ذكر فيه العرب صراحة. وكانت عاصمة قيدار هي مدينة دوماتو، والموجودة دلوقتي في السعودية ومعروفة باسم دومة الجندل. والأهمية المملكة دي وتحكمها في طرق التجارة أخضعهم الملك الأشوري تجلات فلاسر الثالث لحكمه عشان يضمن استقرار تجارة التوابل والبخور. ومن الحضارات العربية في القرن السابع قبل الميلاد حضارة لحيان أو ددان، واللي كان مكانها في الحجاز. وحضارة الأنباط المنسوبة لنابت ابن إسماعيل، وعاصمتهم البتراء في الأردن. والأنباط هم أول ناس عبدوا آلهة العرب المشهورة زي اللات وعزة ومناة وهبل، وضموا مداين صالح لسيطرتهم واستخدموها كمقابر لملوكهم. وفي العراق أقام العدنانيين مملكة المنازرة، وفي الشام أسسوا مملكة تدمر، وأشهر ملوكها هي الملكة زنوبيا، واللي قدرت توسع حدود ملكها في القرن الثالث الميلادي، وضم مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق وتركيا. وكده احنا عرفنا مين هم العرب وجم منين وايه الحضارات اللي اسسوها. بقى ان احنا نوضح ليه ربنا اختار العرب بالذات لحمل اهم رسالة واخر رسالة، وده الاسباب كتير، واولهم اخلاق العرب وصفاتهم. وعلى عكس الصورة التقليدية عن العرب واللي اتنقلت في الثقافة الشعبية وخصوصا الافلام، وان العرب اتصفوا بالشجاعة والكرم وعزة النفس، واتصفوا كمان بالصدق، وجه الاسلام ونقى الصفات دي وقومها عشان ينقل اخلاق العرب دي لكل المسلمين. ولو العرب ما كانوش أصحاب أخلاق كانت رسالة الإسلام اتحرفت، خصوصا إنها اعتمدت في الأول على النقل الشفهي، لأن كل اللي احنا بنشوفه في الأفلام ده وحفلات المجون والرقص كل ده كان عند سادة قريش بس. سادة قريش كانوا حاجة وعامة قريش كانوا حاجة تانية، وإن العرب ما انتشرش ما بينهم أي فاحشة أو رذيلة تسيء ليهم. والسبب التاني واللي خلى العرب أكتر ناس مؤهلين لحمل رسالة الإسلام هي طبيعة أراضيهم، واللي خلتهم حبوا الترحال والهجرة، وده خلاهم شطار في التجارة وبيقدروا يبنوا علاقات بسهولة مع أي حد. ومنهم اليمنيين واللي بيقال عنهم انهم امهر بنو ادم في التجارة، واللي كان ليهم فضل كبير في نشر الاسلام عن طريق تجارتهم في معظم دول شرق اسيا. وبالاسلام قدر العرب يهزموا اعدائهم التقليديين وهم الفرس، واللي كانوا بيقولوا عن العرب وعن نفسهم كنا ملوك الدنيا وسادتها، ثم جاء الحفاة العراة وهزمونا بالإسلام. وطبعا الحفاة العراة دول مقصود بهم العرب، وإن العرب بالإسلام أقاموا حضارات أعظم بعد كده، وقدروا يكونوا دولة قوية زي الدولة الأموية، واللي بتعد من أكبر الدول في التاريخ من حيث المساحة. وبعدها الدولة العباسية واللي عملت نهضة علمية عظيمة كانت نقطة انطلاق الحضارة والتقدم اللي موجود دلوقتي.
وبسقوطها انتقلت كل العلوم والمعارف من بغداد لأوروبا. وتخيل ان اللي اتنقل لأوروبا ده كان تلت المعارف بس، لان المغول رموا تلتين الكتب تقريبا في نهر دجلة، وبسبب الحبر اتحول لون النهر للون الاسود. وبعدها جت الدولة العثمانية وللأسف ما عملتش اي نهضة تذكر، ده بالعكس كانت سبب في تأخر العرب والمسلمين، وهنعمل فيديو عن الموضوع ده قريب ان شاء الله. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول.